السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فيديو جديد من شخصيات لها تاريخ. هنبتدي بشخصية النهاردة، وبعد كده نحل شخصية الفيديو اللي فات مع أسماء اللي قالوا الحل الصحيح، ونرحب بالقنوات الجديدة اللي دخلت قناتي، قناة برنس البيت الكبير، وهنقول برضو أسماء اللي علقوا بدون حل. يلا بينا نبتدي. يلا بينا. عمرك سألت نفسك الموبايل اللي في ايدك ده، او الكمبيوتر او الانترنت او السوشيال ميديا، مين اللي اخترع الاساس بتاعهم؟ ولا هنفضل فاكرين ان الغرب بس هو اللي بيخترع؟ النهارده شخصيتنا عن عالم عربي مصري، وللاسف هو مش مشهور، صورته مش منتشرة، بس اختراعه شغال في كل موبايل وفي كل بيت، في كل جيب. شخصيتنا النهارده عن عالم ولد سنة 1924، ولد في مصر وتلقى تعليمه فيها. هو مهندس مصري أمريكي، كيميائي فيزيائي، ولد في بورسعيد وتلقى تعليمه أو تخرج من جامعة القاهرة في مصر، ثم جامعة بوردو في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل انضمامه إلى مختبرات بيل سنة 1949. بعد الانتهاء من درجه الدكتوراه في جامعه بوردو، عمل في مختبرات بيل الهاتفيه BTL سنه 1949، وسنه 1950 بدا العمل في عمليات مختبر في مدينه نيويورك، مختبرات بيل، حيث عمل على المشكلات المتعلقه بموثوقيه المرحلات الكهروميكانيكيه وعلى شبكات الهاتف المعتمده على تبديل الذرات مع ظهور الترانزستورات. ثم نقل إلى مختبر موراي هيل، ومن هناك بدأ بقيادة فريق صغير لأبحاث الترانزستور عام 1956. على الرغم من أنه جاء من مجال الهندسة الميكانيكية دون أن يتلقى تعليم رسمي في الكيمياء الفيزيائية، أثبت نفسه باعتباره متعلما سريعا في الكيمياء الفيزيائية وفيزياء أشباه الموصلات، وفي نهاية المطاف أصبح على مستوى عالي من المهارة في هذه المجالات. في الخمسينيات كانت في مشكلة خطيرة، الإلكترونيات كانت كبيرة، غالية، ومستحيل تتحط في جهاز صغير. يعني لا موبايل ولا لابتوب ولا انترنت، ولا حتى فكرة ان جهاز يبقى في جيبك. شخصيتنا عمل حاجة ما حدش عملها، اخترع الترانزستور. الاختراع ده صغر الالكترونيات، قلل استهلاك الطاقه، خلى ممكن نحط ملايين الترانزستورات في شريحه واحده. يعني باختصار، من غيره مفيش موبايل ولا في كمبيوتر ولا في انترنت ولا اقمار صناعيه ولا ذكاء اصطناعي حتى. اكتر اختراع تم استخدامه في تاريخ البشريه، عقلك العربي هو اللي عمله. ما تستغربوش اسمه مش مشهور، عشان ما كانش بيجري ورا الشهرة وما كانش بيطلع يتكلم كتير، ما عملش شو، ساب اختراعه هو اللي يتكلم عنه. واحنا اتعودنا للأسف نمجد اللي صوته عالي وننسى اللي أثره عميق. أكتر من 99% من الإلكترونيات في العالم مبنية على اختراع شخصيتنا. يعني أنت دلوقتي بتسمع الفيديو ده بسبب فكرة جت في دماغ عالم مصري من 70 سنة. رسالة للشباب، القصة دي مش قصة علم وبس، دي رسالة انك مش محتاج تبقى مشهور ولا تطلع ترند ولا تقلد حد عشان تغير العالم. انت ممكن تشتغل في هدوء وتسيب الاثر بتاعك اللي انت هتعمله هو اللي يتكلم عنك. العالم ده كله مدين للعالم ده، واحنا لسه بنتعرف عليه. يمكن يكون الفيديو ده هو البداية. بعد ما سمعنا المعلومات دي، يا ترى عرفنا اسم شخصيتنا؟ يا ترى هنعلمه لاولادنا ولاجيالنا ونقول لهم ان الغرب في التقدم اللي هم فيه دول اساسه احنا؟ يا ترى هتوصلوا لاولادكم ده وشبابكم؟ دي امانه المفروض توصلوها. الموضوع مش موضوع يوتيوب وفيديو خلاص، احنا بنوصل رساله. علموا اولادكم، علموا اولادكم وعرفهم قيمه العقل العربي. ما تستهونوش يا جماعه بعقولكم، حاولوا توصلوا لاولادنا ولشبابنا وتحمسوهم وتعرفوهم ان الغرب في المستوى او التقدم اللي هم فيه الاساس احنا، احنا العرب. اتمنى اشوف في التعليقات انكم عرفتوا اسم شخصيتنا، وهنتظر في تعليقاتكم انكم تقولوا الحل الصحيح. ودلوقتي جه ميعادنا مع حل شخصيه الفيديو اللي فات، وكانت الدكتور العالمي الراحل الشهير الدكتور المصري مجدي يعقوب. نشوف تعليقات حضراتكم، وقلنا تعليقات مختصره كده عشان انا بخاف اطول في الفيديو حضراتكم تملوا.
عندي قناه رحمه الرحمن، يوتيوبر رحمه الرحمن، قالت شكرا يا برنس، ما تجاهلتش تعليقي، ما اقدرش اتجاهله يا ست الكل، من اهل البيت الكبير. هو الدكتور السير مجدي يعقوب فخر لمصر وللعالم، موفق مع تحياتي لاهل البيت الكبير، وتحيات اهل البيت الكبير لحضرتك يوتيوبر رحمه الرحمن. قناه كلام ميديا، يوتيوبر كلام ميديا، قالت اول اجابه الحاج الدكتور مجدي يعقوب هو بروفيسور مصري وجراح قلب بارز يحمل لقب فارس من المملكه المتحده، ولد في مركز بلبيس في محافظه الشرقيه في 16 نوفمبر 1935. وطبعا التعليق كان طويل، ممكن حضراتكم تخشوا على التعليق وعلى التعليق انا اسف وتتعلموا منه او تعرفوا منه معلومه زياده. عندي قناه سهام من قلب الجزائر، يوتيوبر سهام برنسيسة الجزائر، بتقول استفدت من خلال البحث عن الاجابه حتى لو اخطات، شاركت مع اطيب خلق الله. ربنا يعزك يوتيوبر سهام. بفرح لما بشوفك وانت ابتسم على طول وبترفع معلومات الجميع. الاجابه العالم الجميل الدكتور مجدي يعقوب المعروف بملك القلوب. عندي قناه وابقى الاثر مع محمد والهام، يوتيوبر محمد والهام، قال الدكتور مجدي يعقوب هو طبيب وجراح قلب مصري عالمي، يعد من اشهر واعظم جراح القلب في التاريخ الحديث. الاسم بالكامل مجدي حبيب يعقوب، ولد سنه 1935 محافظه الشرقيه، تخصص جراحه القلب والصدر، الشهره رائد عالمي في جراحات القلب المفتوح وزراعه القلب، وطبعا قال ابرز انجازاته. عندي قناه لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى عبد العزيز، قالت من العنوان هو دكتور مجدي يعقوب. نكمل الفيديو. بيلقب بملك القلوب، رائد في جراحات زراعه القلب، ومؤسس مؤسسه مجدي يعقوب لامراض وابحاث القلب في مصر، التي تقدم العلاج المجاني، وحصل على لقب سير من بريطانيا، واسس مركز القلب في اسوان لخدمه غير القادرين، وقالت طبعا الانجازات الطبيه بتاعته. ربي يعزك يوتيوبر لبنى. عندي قناه نصائح عامه، يوتيوبر نصائح عامه، قالت ما شاء الله من العنوان عرفته، هو الدكتور مجدي يعقوب طبيب وجراح، ولينا الفخر انه مصري، وكان والدها كان بيتعالج عنده، ربنا يشفي كل مريض. شكرا لحضرتك على المعلومات القيمه، وشكرا ليك يوتيوبر نصائح عامه. عندي قناه كروشيه ويوميات ام عبده، يوتيوبر ام عبده، قالت هو الدكتور مجدي يعقوب جراح قلب مصري عالمي، وولد عام 1935 ويعرف بلقب ملك القلوب، بيعد من ابرز رواد جراحات القلب في العالم، وحقق انجازات طبيه كبيره في بريطانيا، واسس مركز مجدي يعقوب للقلب في اسوان لعلاج المرضى مجانا. شكرا يوتيوبر ام عبده. عندي قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى 2، يوتيوبر ماما وسلمى، قالت ربنا يعزك ويبارك فيك، طبعا الحل هو الدكتور البارع في جراحه القلب الدكتور مجدي يعقوب، ربي يعزك ويبارك فيكي. عندي قناه مطبخ ام حسام، يوتيوبر ام حسام، قالت الدكتور مجدي يعقوب بالتوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله، ربي يبارك فيكي ام حسام. قناه مروه فتحي بنت عز، يوتيوبر مروه، ضحك كالعاده وبتقول عشان كاتب ورق استاذ ابراهيم بجد انت عسل قوي، بتكتب وتقرا من الورقه، برافو عليك والله بجد صبور. لازم الورقه يعني صعب ان احفظ الشخصيه والمعلومات اللي عنها وتعليقات حضراتكم، صعب ان انا احفظ والحق انزل الفيديو. ربي يعزك يوتيوبر مروه. قالت طبعا اسم الشخصيه الدكتور العالم المصري مجدي يعقوب، طبعا شخصيه عبقريه، ربنا يدوم ضحكتك. عندي قناه مطعمي جنه نون، يوتيوبر مها، قالت تحياتي لك يا برنس البرنسيس، والله من المقدمه انا عرفته وهو مش محتاج بحث ولا تدوير، الشخصيه الجراح العالمي والطبيب المصري الكبير مجدي يعقوب، واشتهر بمساعدته بعمليات للاطفال مجاني، ولقب بملك القلوب. نشكرك يا برنس. اشكرك يوتيوبر مها. عندي قناه ذكريات، يوتيوبر منال، قالت منور يا برنس، نورك يا يوتيوبر منال، هو الدكتور مجدي يعقوب الذي يلقب بملك القلوب، واسس مؤسسه مجدي يعقوب وعمل بالمجان، وقالت طبعا في تعليقها حاجات كتير عنه. عندي قناه الكلام الجميل، يوتيوبر احمد، قال مساء الخير يا برنس. مساء الفل يوتيوبر احمد، هو فخر المصريين الدكتور مجدي يعقوب، تحياتي لك يا برنس، وتحياتي لك يوتيوبر احمد. عندي قناه اكلاتي الاقتصاديه، يوتيوبر ناديه الفاتح، قالت مبروك، قالت انا اسف انا اللي بقول لها مبروك، وبقول لاهل البيت الكبير باركوا لليوتيوبر ناديه على تفعيل قناتها، الف الف مبروك يوتيوبر ناديه. قالت منور يا برنس، الشخصيه معروفه طبعا الدكتور مجدي يعقوب ليس طبيبا فقط بل انسان قبل كل شيء، يؤمن ان الطب رساله وان انقاذ حياه انسان هو اعظم انجاز. ربي يعزك يوتيوبر ناديه. عندي قناه احمد فضل، يوتيوبر احمد فضل، قال اسم شخصيته اليوم هو الدكتور والجراح المصري مجدي يعقوب، ربي يعزك يوتيوبر احمد. عندي قناه عالم الشورتس، وبالمناسبه هو نفس صاحب قناه فيف ماروك، بيقول باركولي رجوع قناتي رجع عليها الربح هذا الاسبوع، الف الف مبروك. يبقى عندنا اثنين كده هنبارك لهم، يوتيوبر ناديه ويوتيوبر عالم الشورتس مصطفى من المغرب. قال مجدي يعقوب مجدي حبيب يعقوب هو بروفيسور مصري وجراح قلب بارز، يحمل لقب فارس من المملكه المتحده. عندي قناه مطبخ تيتا زيزي، يوتيوبر تيتا زيزي، بتقول مساء الخير يا برنس. مساء الفل عليك يا ست الكل، يوتيوبر تيتا زيزي، قالت هو الاستاذ الدكتور العالمي مجدي يعقوب. يلا بينا نشوف الاسماء اللي حلت الحل الصحيح، يلا بينا.
دلوقتي جه ميعادنا مع القنوات الجديده اللي دخلت على عندي في قناتي برنس البيت الكبير. الف شكر لتقديركم واحترامكم. والقنوات اللي علقوا بدون حل مرحب بيكم، والف شكر برضو لتقديركم واحترامكم، واتمنى انكم تعرفوا الشخصيه وتعرفوها لاولادكم، دي امانه. يا ريت يعني ما يبقاش مجرد تعليق كده وخلاص سد خانه. انا عارف ان ما حدش بيتفرج على الفيديو كامل، بس اتمنى، لان دي رساله لازم نوصلها كلنا لاولادنا وشبابنا ونعرفهم تاريخهم، تاريخ اجدادهم وابائهم، ودي امانه. يلا بينا نشوف اسماء القنوات دي ونختم بيها، واقول لكم اشوفكم فيديو تاني من شخصيات لا تاريخ. سلام.